اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. بدون افتكاسات ولا حوارات، بمكونات موجودة عندنا في المطبخ. الموضوع سهل جدا وبسيط. هنعمل تتبيلة الفراخ البسيطة بتاعتنا السهلة العادية اللي مفيش أحسن منها. مهما بنعمل وبنتعلم خلطات جديدة، بنلف اللف ونرجع لها تاني. هي الأساس يا ولاد. لازم نحاول نبسط على نفسينا الوصفة، عشان كل ما بنبسطها كل ما بتطلع حلوة وجميلة بصراحة. تعالوا بقى نعمل الخلطة، وبعد كده نكمل رغي مع بعضنا. هنعمل التتبيلة الجميلة بتاعتنا. معايا 3 بصلات، حبتين من الطماطم، ليمونة بقشرة، اي نوع فلفل عندك هاتيه حطيه، ما تفكريش، اي فلفل عندك حطيه، شوية كده، كام فص توم، او عندك مفروم حطيه، ما تقفيش على حاجة. والله الموضوع سهل وبسيط. انا قمت عملت التتبيله بالحاجات اللي عندي، الحاجات المتاحه عندي، ما بعتش اشتريت حاجه. تتبيله الفراخ بتبقى متاحه ان احنا نحط فيها الحاجات المتاحه عندي. يلا كده يا جميله، خدي الخلطه الجميله بتاعتنا دي واضربيها في الكبه كويس قوي قوي قوي. نعميها على قد ما تقدري. الاول زمان كنا بنعملها في الخلاط، التتبيله البسيطه بتاعتنا. تعالي بس كده نقول التتبيله عشان ما تتوهش منا. ضربت كده الخليط كويس قوي بتاع في الخلاط، وبعد كده نزلت عليه بعلبة زبادي. لو عايزين ما تحطوش زبادي ما تحطوش، الموضوع سهل جدا. نزلت بربع معلقة. معايا بقى التوابل كلها او البهارات، ربع معلقة. ربع معلقة كاري، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة توم بودر، بصل بودر، شطة لو حابة. يعني لو عايزة تحطي شطة تزودي مع الفلفل حطي. ربع معلقة بهارات فراخ، ربع معلقة زعتر، ودي إضافة جميلة جدا جدا في تتبيلة الفراخ بصراحة. بصي من الآخر، ربع معلقة فلفل أسمر، معلقة خل كبيرة، بتسهل جدا، بتخلي بجد اللحمة بتاع الفراخ كده بتكون دايبة وجميلة. معايا معلقة عسل أبيض، مفيش عسل أبيض حطي عسل أسود، مفيش عسل أسود يا عسل انتي هتحطي ايه؟ حطي معلقة سكر. لو عندك عسل اللي هو بتاع الكنافة الشربات بتاعنا العادي ده، حطي معلقة. القصد من المعلقة دي معلقة العسل او الشربات او السكر، ان هي بتخلي لي اللون ذهبي. يا سلام بقى، والله العظيم بتخلي اللون جميل جدا جدا. كمان بدون شواية. يعني لو مش مستعجلة وبتسوي الفراخ كده براحتك، بتديكي لون حلو جدا. حطيها وجربيها. الخل، الليمون، العسل، دول اضافات حلوة جدا لتتبيلات الفراخ. مش عايزاكي تنسي الفلفل الاسمر اللي موجود عندنا، اللي ما نقدرش نستغنى عنه. حطي كده نص معلقة صغيرة عسل اسمر، فلفل اسمر. اقول لك بقى على حاجه، يعني يعني اهم من كل ده، غسيل الفراخ. والله صدقيني، غسيل الفراخ ده بيفرق جدا. شيلي اي زوايد في الفراخ، شيلي يعني شايفه الاجنحه، الحته بتاعت الجناح دي انا شلتها. انا ما خدتش بالي وانا بغسلها، انا ما بحبش احطها في التتبيله ابدا ابدا. شيليها ارميها. بجد ما بحبهاش خالص، مش عارفه ليه. وامسكي الفرخه بعد ما تغسليها وتنقعيها في الليمون والطماطم والملح، وهاتي اللي عندك كله نقعي الفراخ فيه. انقعي ما تستخسريش فيها. دي بتبقى نجاح اي وصفة فراخ بصراحة. وبعد كده سيبيها تتصفى، وامسكي فتحي الصدر بتاعها كده، وقلبي التتبيلة كويس قوي، وبعد كده حطيها. والله تتبيلة جميلة جدا. اعمليها كده في الفريزر وشيليها عندك، باذن الله باذن الله الايام الصيام داخله علينا. اعمليها وسهلي على نفسك، هتسهلي فعلا وتحسي بالفرق. بحب اعمل الحاجه واشيلها في الفريزر قوي، والله بتنفع في اوقات. يعني بحس ان انا، يعني الحاجه اللي انا ببقى شايلاها في الفريزر دي، الوقت اللي بحتاجها فيه بحس ان انا جايباها ببلاش. يعني والله العظيم من كتر الراحه النفسيه لما بشوف الحاجه كده. يعني انا شايله بصل في الفريزر، يوم ما بحتاجه وابقى من وقتي ضيق كده بطلعه، بحس ان انا البصل ده، يعني لا، انا حاسه بامان. بصل، صلصه، في اساسيات كده ما نقدرش نستغنى عنها. تعالي كده نرجع للفراخ بتاعتنا الجميله تاني. بعد ما فتحت الصدر والورك كده، آه، يعني تبلتها، غمرتها بالتتبيله كويس قوي، كويس قوي قوي. شيليها بقى، غطيها وشيليها في التلاجة شويه. كل ما هتشيليها في التتبيله كل ما هتديكي نتيجه كويسه. انا سبتها تقريبا ساعتين، وبعد كده شغلت الفرن على درجه حراره عاليه عادي، اللي هو الدرجه العاديه بتاعتنا. ما تشغليش الشوايه، خلي الفرن من تحت بس، سواء فرن غاز او كهرباء، خليه من تحت بس. وهاتي شويه، ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، حطيها بعد ما تحطي الفراخ.
انا لحد دلوقتي ولا استخدمت زيت ولا استخدمت اي حاجه. خلي درجه الحراره من تحت بس، اللي شغال الفرن من تحت بس. معايا بقى الملمع الخطير بتاع الفراخ اللي بيديني لون، يعني ما بقدرش استغنى عنه بصراحه في الخلطات. اي حد هياكل الفراخ من ايدك بالطريقه دي مش هيصدق ان انتي عاملاها. يعني بصي، شاريها من بره، يعني شاريها من بره، يعني مفيش كلام. ما تنسيش بقى تحط لي لايك للفيديو القمر الجميل ده. التتبيله بتاعتنا اللي ما فيش فيها اي اختراعات والله، يعني مش هقول لكم انا مخترعاها ولا حاجه. انا بحب التتبيله دي، بس ازود عليها بقى شويه حاجات كده. يعني التتبيله الاساسيه بتاعتنا، بس انا ازود عليها شويه حاجات كده، يعني تخلي التتبيله معايا تزيد حلاوه، على اكتر ما هي حلوه تزيد حلاوه. هنا الفراخ بتاعتي اتأكدت، يعني حطيت السكينة فيها لقيتها مش بتنزل مية. جيت واخدة بقى حطيت كام كيس كاتشب كده على شوية عسل، على معلقة عسل او سكر زي ما قلنا. ما عندكيش حطي كاتشب بس، وحطي عليه توابل ومعلقتين زيت، ودهيني بيهم الفرخة. يعني انا مش قادرة اقولك الجمال والحلاوة بعد ما بتدهني الفراخ بالكاتشب والتوابل. نفس التوابل اللي احنا حطيناها حطيها، يعني مش شرط كلها، بس اهم حاجة فيهم فلفل اسمر زعتر. الله، فلفل اسمر زعتر زيت مع الكاتشب، ودهني بيه الفرخه كلها كده وحطيها، وهتاكلي احلى فراخ. فراخ هتشرفك فعلا. ومعايا بقى قلت هعمل شويه طحينه بدون اي حوارات، برضو الموضوع سهل وبسيط يا بنات. معايا كده يعني انا جبت ب20 جنيه طحينه. حطيت، انتوا عارفين ابو 20 جنيه طحينه ما يجيش 4 معالق، ما يجيش 5 معالق يا ولاد. والله لازم ضروري نعملها في البيت باذن الله. نعملها ونحضرها قبل دخلة الصيام كده في البيت. حطيت عليه شويه كمون، شويه بابريكا او شويه شطه، وحطيت كان عندي توم بفلفل احمر في التلاجة. خدت شويه توم، يعني خدت ربع معلقه كده وحطيتهم. عصرت ليمونه ومعلقه خل صغيره. انا بعملها على البارد سريعه جدا. ممكن عايزه تضيفي عليها زبادي ضيفي، مش عايزه تضيفي عليها بصراحه جميله جدا. انا عاملاها بدون زبادي وبدون اي حاجه. بس اهم حاجه يعني حطي مثلا زي ما قلت لك كمون، فلفل اسمر، شطه، توم، وانزلي بالليمون وبالخل، وبعد كده انزلي بالميه بالتدريج. اوعي تنزلي بالطحينه على الميه، يعني مش قادره اقول لك ايه اللي هيحصل. لا، اظبطي قوام الطحينه واحده واحده، هتعجبك جدا. والفراخ جهزت معايا. الفراخ طعمها حلو جدا جدا والله يا بنات. الاضاءه عندي ظالمه الفراخ احلى من كده بكتير، طعمها حلو جدا. تكمله بقى، تكمله يعني هي تكايه اخيره وكلنا عارفينها. الفحمايه، هاتي فحمايه ولعيها وحطيها. بعد ما تحطي بقى، ما تخلصي كل اللي احنا عملناه ده كله. يعني بصي هقول لك على حاجه، ما تعمليش كده على طول، بس لو عندك ضيوف او لو عامله الفراخ دي لاي حد اعمليها كده. حطي عليها فحمايه وغطيها، هتلاقي طعم الفراخ والله كأنك شارياه من احسن المطاعم. تتبيله حلوه جدا جدا. كل اللي هياكل عندك التتبيله دي او الفراخ دي هيسألك عاملاها ازاي من دون ما يفكر. الفراخ انا ما غطيتهاش وما عملتش فيها اي حاجه، واستوت، والصدر بقى دايب معايا وبقت جميله. ما تشوش الفراخ الكبيره قوي دي، بلاش. دي فرخه كيلو ونص. الورك طالع معايا، يعني مش قادره اقول لكم على الجمال والحلاوه. والشتاء عايزه كل يوم تغيير، يعني عايزه كل يوم كل يوم تصنيف وتغيير. يوم كده ويوم كده، يوم عسل ويوم عسل برضه، يعني كل الايام عسل باذن الله. وادي الطحينه. عملت بقى سلطه، عملت جنبها رز اصفر. موضوع جميل جدا يا بنات. اعملي جنبها اي حاجه تغيير، يعني مش على طول نطبخها ومش على طول